الكون اللي احنا فيه ده غريب جدا، كل ما نكتشف فيه حاجة يثبت لنا ان اللي احنا ما نعرفوش اكتر بكتير من اللي احنا عرفناه، بل هو في اوقات كتير بيعجزك تماما وبيخليك واقف في مكانك مش قادر تشوف ابعد من اللي انت وصلت له. ومن الاسرار الكبيرة دي هي الثقوب السوداء. طبعا انا عارف اني لو جيت اتكلمت عن الثقوب السوداء دلوقتي هتقول لي ادي واحد تاني هيجي يقول لنا نفس المعلومات المتكررة عن الثقوب السوداء، وان الضوء ما بيهربش منها، وان قوانين الفيزياء بتنهار جواها الى اخره. بس في الحقيقة مش ده اللي انا عايز اتكلم فيه خالص، فخليك معايا لان اللي هقوله لك هو واحد من اكبر الاسرار اللي فعلا هتخليك تتاكد ان الكون ده اكبر مما انت متخيل، وان من الاكيد بعض النظريات اللي احنا كوناها عن الكون احتمال كبير تكون غلط تماما. معكم عبد الرحمن، وفي الفيديو ده هنحاول نفك سر نشأة الثقوب السوداء العملاقة. الثقوب السوداء تعتبر عامل مهم جدا لتماسك الكون اللي حوالينا ده كله، ومن غيرها الحياة هنا على الأرض تكاد تكون مستحيلة. ومع إن الثقوب السوداء تعتبر قبر نجم ميت لو جاز التعبير يعني، إلا إنها بتكون مصدر بيتولد منه نجوم تانية جديدة. النجوم دي متجمع حواليها كواكب، والنظام ده كله بيكون المجرات، واللي منهم طبعا هي المجرة بتاعتنا. فلو بصيت على الموضوع بشكل بسيط جدا هتلاقي إن الثقوب السوداء هي حجر الأساس بتاع الكون ده كله. بس حجر الأساس ده معاه سر كبير جدا، والسر ده هو وجود الثقوب السوداء في حد ذاتها. بس عشان نفهم الموضوع بشكل كامل لازم نعرف أنواع الثقوب السوداء الأول. والثقوب السوداء بتنقسم طبقا لكتلتها بشكل أساسي. فاحنا عندنا الثقوب السوداء الأولية وهي تعتبر أصغرهم من ناحية الكتلة، والنوع ده من الثقوب لا زال موجود من الناحية النظرية، وده نظرا لأن حجمها صغير جدا، لدرجة إن بعض النظريات قالت إن الطاقة المظلمة اللي حوالينا في كل مكان دي من الممكن إنها تكون عبارة عن ثقوب سوداء صغيرة جدا. النوع الثاني من الثقوب السوداء هي الثقوب السوداء الكونية، والنوع ده منتشر بشكل كبير جدا في الفضاء. النوع ده من الثقوب صعب جدا اكتشافه، مش بس بسبب صغر حجمه، ولكن بسبب ان اكتشاف الثقوب السوداء مش بيكون عن طريق رؤيتها، ولكن عن طريق ملاحظة تأثيرها على الحاجات المحيطة بيها. ودلوقتي نيجي لأهم واحد في أنواع الثقوب السوداء، وهي الثقوب السوداء العملاقة. والثقوب دي كتلتها بتعادل ملايين وأحيانا مليارات من كتلة الشمس. ومن حسن حظنا إن النوع ده من الثقوب مش موجود غير في مراكز المجرات وبس، والسر كله موجود في النوع ده من الثقوب. في دراستنا للفلك وعمر الكون بتقول لنا إن الثقوب العملاقة دي مش من المفترض إنها تكون موجودة في الوقت ده من عمر الكون. فنظرا لعمر الكون اللي احنا نعرفه، الوقت اللي احنا حسبناه لأي ثقب أسود عشان يوصل للضخامة الكبيرة جدا دي، بيقول لنا إن من المفترض إن الثقوب السوداء العملاقة دي ما تكونش موجودة دلوقتي خالص. فالسؤال هنا هي الثقوب السوداء العملاقة دي جت منين؟ وإزاي وصلت للضخامة الكبيرة جدا دي؟ والحاجة اللي بتزيد من صعوبة حل اللغز ده هو إن الثقوب دي من الواضح إنها كانت موجودة من زمان جدا، لدرجة إنها كونت حواليها نجوم ومجرات كمان. بس عشان نقدر نحل اللغز ده لازم نعرف الثقوب السوداء بتنشأ إزاي. وعشان نعرف الثقوب السوداء بتنشأ إزاي لازم نرجع بالزمن شوية ونفهم النجوم أصلا بتتولد إزاي. النجوم عشان تتكون بتحتاج للعناصر الخام الأساسية، والعناصر دي ممكن يكون عددها كتير أو قليل على حسب موقع ولادة النجم والسديم اللي اتكون منه. ولكن بشكل أساسي النجوم بتحتاج للهيدروجين والهيليوم عشان يتكونوا، والمواد الخام دي عشان تتجمع وتكون النجم بتحتاج لجاذبية وحرارة عاليين جدا. وهنا يجي دور السديم. السديم هو عبارة عن سحابة ضخمة جدا من الغازات والغبار، واللي بتعتبر أرض خصبة جدا لتكوين وولادة النجوم. والمواد دي بتبتدي إنها تتجمع مع بعضها بفعل الجاذبية على مدار سنين كتيرة جدا، وكل ما حجم وكتلة المواد اللي بتتجمع فوق بعضها دي تكبر كل ما جاذبيتهم للمواد التانية اللي موجودة جوه السحابة تزيد أكتر وأكتر. وده اللي بيسرع من عملية تجميع المواد اللي هيحتاجها النجم عشان يظهر للحياة. الجاذبية والضغط الشديد للمواد اللي بتتكتل فوق بعضها دي هتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بشكل متزايد، واللي ساعتها بتتسبب في إطلاق ضوء خافت نوعا ما. والضوء ده هو علامة ومؤشر مهم جدا بيدل على إن المكان ده هيتولد فيه نجم جديد. وفي اللحظة دي النجم بيبتدي أول مرحلة مهمة في حياته، واللي بيطلق عليها البروتوستار. والفترة دي بتتعدى ملايين السنين، لحد ما في وقت من الأوقات خلال المرحلة دي درجة الحرارة والضغط هيوصلوا للقيمة المناسبة لحدوث الاندماج النووي، وهي المرحلة اللي بتندمج فيها أول ذرتين هيدروجين عشان يكونوا ذرة هيليوم. والاندماج ده بيطلع طاقة وإشعاعات مهولة جدا، وفي نفس الوقت
بيتولد نجم جديد للكون ده. الطاقة اللي بتصدر من العملية دي بتبعد كل المواد والغبار المحيط بالنجم ده، وده اللي بيتسبب في تحديد كتلة وحجم النجم الجديد. فكل ما كانت سحابة المواد والغبار المحيطة بالنجم كثافتها قليلة، كل ما كان من الصعب إن النجم ده يزيد حجمه ويبقى عملاق، وبالتالي هيأثر كمان على الطريقة اللي هيموت بيها النجم. لو جينا نتكلم عن أعمار النجوم، فهيكون من السذاجة إننا نقارنها طبعا بأعمارنا. النجوم بتعيش لفترات تقدر بملايين السنين، بل وكمان بمليارات السنين. بس من الأكيد إن مش كل النجوم عندها المقدرة إنها تكون معمرة وتكمل لفترات طويلة. فبينما في نجوم بتقدر إنها تعيش لمليارات السنين، في نجوم تانية عمرها قصير، وده بيتحدد بنسبة كبيرة بكثافة وحجم النجم نفسه. بعض الناس هيقولوا أكيد النجوم الصغيرة هي اللي حظها وحش في المنظومة دي، ولكن المفاجأة هو إن العكس تماما هو الصحيح. فالنجوم الكبيرة والعملاقة هي دايما اللي حياتها بتكون قصيرة، وده بسبب حاجة مهمة جدا بتحصل جوه جسم النجم نفسه. احنا عارفين إن النجوم هي من أحد أكبر مصادر الطاقة في الكون ده، ولكن قدام الميزة دي النجم بيدفع ثمنها غالي جدا، وهي حياته نفسها. أي نجم في الكون ده عنده مخزون محدود من الهيدروجين وبعض المواد التانية، وعملية توليد الطاقة جوه النجم بتحتاج لقوة كبيرة جدا. القوة دي بتتمثل في درجة الحرارة والضغط العالي جدا، واللي بيتسببوا في دمج ذرات الهيدروجين اللي موجودة في قلب النجم وتحويلهم لهيليوم. والعملية دي معروفة بعملية الاندماج النووي زي ما اتكلمنا عنها من شوية. ولكن الاختلاف بيجي مع زيادة قوة النجم. النجوم كل ما حجمها وكثافتها بتزيد، كل ما الضغط ودرجة الحرارة زادوا في قلب النجم، وده اللي بيسرع من عملية استهلاك الوقود بتاع النجم نفسه. فلو جينا نقارن معدل استهلاك الهيدروجين جوه نجم حجمه صغير بمعدل الاستهلاك لنجم كبير، هنلاقي ان اعمار النجوم الكبيرة قصيرة جدا مقارنة باعمار النجوم الاصغر. ولكن النجوم الكبيرة موتها هو حدث كبير ومهم جدا في الكون. موتها ممكن يخلف وراها حاجات احنا لحد دلوقتي ما نعرفش عنها الا القليل جدا. النجوم كلها بلا استثناء لما بتموت بتخلف وراها أثر، والأثر ده بيعتمد بشكل أساسي على نوع النجم وحجمه زي ما اتكلمنا. فمن الممكن إن يكون الأثر ده لوحة متلونة بلون الكون، أو من الممكن كمان إنه يخلف وراه كيان ظلمته بتبلع أي ضوء بيعدي من قدامه. النجوم الصغيرة من المستحيل إنها تخلف وراها ثقوب سوداء، وده نظرا لأن القوة اللي بتمتلكها مش كافية لتحويل الهيدروجين اللي جواها لمواد أتقل من الهيليوم. فبمجرد انتهاء مخزون الهيدروجين اللي جوه النجم الصغير بيتحول لنجم اسمه العملاق الأحمر أو الريد جاينت. وفي المرحلة دي النجم حجمه وكثافته بتزيد بصورة كبيرة جدا، وده معناه إن الضغط جوه قلب النجم هيزيد كمان، وبالتالي النجم في المرحلة دي هيكون عنده القوة لتحويل الهيليوم لكربون في عملية بتاخد ملايين السنين. كل ما النجم يحول هيليوم لكربون، كل ما الضغط على قلب النجم بيزيد أكتر وأكتر. وفي أحد اللحظات الأخيرة دي من عمر النجم، الضغط الخارجي هيغلب قوة الدفع اللي موجودة في قلبه، وده اللي هيتسبب في انهيار النجم على نواته، وهيخلف وراه انفجار هائل هيطلق فيه النجم الميت ده معظم المواد اللي كونها خلال حياته، والباقي هيكون هو نواة النجم اللي بيتقال عليها القزم الأبيض، واللي هيكون كثافته عالية جدا. النجم في اللحظة دي انتهى تماما، واللي اتبقى منه هيفضل يطلع ضوء خافت جدا لمليارات السنين لحد ما يبرد تماما ويتحول للقزم الأسود. والنجوم اللي بتموت بالشكل ده كتيرة جدا، منها شمسنا، فمن المتوقع إنها هتموت بنفس الطريقة دي. ولكن ما تقلقوش، لأنها لسه قدامها ملايين السنين. أما بالنسبة للنجوم العملاقة فالعملية بتختلف شوية. النجوم العملاقة بتتميز إنها بتمتلك قوة جبارة جدا في قلبها. الضغط اللي جواها عنده المقدرة إنه يحول الهيليوم لكربون، والكربون والهيليوم لأكسجين، لحد ما يوصل لواحد من العناصر التقيلة جدا والصعبة جدا، وهي الحديد. الحديد اللي بينتجه النجم العملاق ده بيبتدي يتجمع وينضغط على نفسه في قلب النجم، والعملية دي بتفضل مستمرة لحد ما نسبة الحديد اللي في نواة النجم العملاق ده توصل تقريبا ل 1.4% من كتلة النجم نفسه. وفي اللحظة دي النواة مش بيكون عندها المقدرة إنها تستحمل كمية الضغط المهولة اللي واقع عليها، فبتنهار على نفسها في صورة انفجار كبير جدا بيتقال عليه السوبر نوفا، واللي بيكون سطوعه أعلى من أي مجرة تانية في السماء، بل هو من الممكن جدا رؤيته بالعين المجردة. واللي بينتج من الانفجار ده هو كيان جديد بيمتلك قوة جبارة جدا قادرة إنها تبلع الضوء نفسه. بس السؤال المهم هنا هو الثقوب السوداء العملاقة جدا اللي موجودة في مراكز المجرات دي جت منين؟ الكون اللي احنا فيه ده عمره تقريبا زي ما اتكلمنا هو 13.8 مليار سنة، واستنادا للحسابات من المفترض ان الثقوب السوداء العملاقة جدا دي تاخد وقت اكتر بكتير عشان توصل للضخامة دي. فالسؤال هنا هي الثقوب السوداء الضخمة جدا دي جت منين؟ وده اللي هنتكلم عنه في الجزء الثاني من الموضوع ده. فلو وصلت للجزء ده من الفيديو ما تنساش تدوس لايك
واعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش أي حاجة جديدة بنزلها.